مرحبا البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. قبل كل شيء الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كنت تشوفوا جبت لكم هذا غاتا سهل وبسيط وكذلك يجي بزاف بنين ويحبوه كبير وصغير. تقدروا ديروه للغداء، تقدروا ديروه للعشاء، خاصه حنا دراري يقراو يحبوا هذو العفايس الصغار ويحبوا البطاطا. احنا نحاولوا ننوعوا لهم ونبعدوا على المقليه بسكو بزاف رانا نقليو في البطاطا. ولاحظنا بدات السمنه المفرطه في اطفالنا. احسن شيء نبعدوا على هذو العفايس، نجربوا كيفاش نجيبوا يعني وصفات بعيده على الزيت وعلى المقله وعلى هذو يعني نحاولوا يعني نديرهم حاجه بنينه، غاطه بنين وكذاك ما فيهاش المقليات. شوفوا هنايا انا جبت هنايا البطاطا طبعا كما راكم تشوفوا هنا على حسب افراد العائله. كل واحد يدير على حسب افراد العائله. انا عندي عائله صغيره تشوفوا انا نعمل كميه صغيره. جبت هنايا تقريبا 3 حبات بطاطا متوسطين قطعتهم. حطيت هذا غلال الماء اولا مع شويه تاع ملح، ومن بعد حطيت البطاطا الطيب عادي حتى تحصل على بطاطا طبعا مغليه. جبت هنايا بصله قطعتها بالطريقه هذه اللي راهي واضحه على الفيديو. طبعا كما قلت لكم نحاولوا نديروا طبخات كما يقولوا صحيين وكذلك ولادنا يحبوهم وياكلوهم وما لقاوش صعوبه معاهم. شوفوا هنايا بعد ما قطعت هيك بصله جبت قليل من الزيت، تقريبا هنا 2 مغارف تاع زيت. جبت هنايا بصله نحكم نقليها بالطريقه هذه، نقليها حتى تحول اللون تاعها ذهبي وتطلق يعني تولي معسله. بعد جبت هنايا كذلك جبت نص صدر تاع دجاج قطعته اطراف ونضيفه. شوف انا شوف ما حبيتش نطول عليكم الفيديو هذو يعني هذو التفاصيل تاع التقطيع تاع الدجاج والاخر يعني ما حبيتش نصورهم هكذا باش نختصروا الفيديو. انا حاولت نختصر لكم الفيديو باش ما يكونش طويل وما يكونش يعني متعب. شوفوا هنا درت هنا بعد ما درت الدجاج درت هنا قليل من الفلفل الكحل، درت قليل من الملح، درت قليل من ليزيبيس مشكله. انا جبت توابل مشكله يعني جبت يعني كما نقولوا جبت فقط هذه النوعيه تاع التوابل، ما حبيتش نزود بزاف توابل. من بعد هنا جبت فرماج طري، تقدروا تعملوا فرماج تاع المثلثات، تقدروا تعملوا اي يعني نوع تاع الفرماج اللي عندكم. انا عندي متوفر عندي هذا الفرماج طري. وجبت قليل من الزبده، تشوفوا انا ما زودتش بزاف الزبده، درت كميه قليله لان عملت الفرماج مانيش حابه تكون يعني البطاطا تاعي يعني فيها كميه تاع ليدام. جبت قليل من الفلفل الاسود، اللي عندكم الفلفل الابيض احسن عوضوه بالفلفل الابيض. شوفوا انا جبت هذا المول حطيت هنا البطاطا بالطريقه هذه. تقدروا كما قلت لكم الكميه على حساب افراد العيله. طبعا اللي وصلوا معايا الفيديو حتى لهنا ديما نقول لكم ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناه باللايك. اعملوا لايك للفيديو باش يوصل اكبر عدد، كذلك كومنت قولوا لي رايكم في التعليقات. وكذلك ما تنسوش ما كنتش مشتركين في القناه اشتركوا فضلا وليس بالامر. طبعا هنايا شوفوا انا جبت هنايا كريمه سائله خاصه بالطبخ وزدت لها 2 حبات تاع بيض هكذا. يوم بعد نضربهم. شوف انا ما درت لها والو، فقط كريمه وبيض ودرت لها قليل من الملح طبعا هكذايا باش باسكو نعرفوا الكريمه يعني ماهيش مالحه. ونضربهم مليح حتى يتجانسوا كامل مع بعضهم بالطريقه هذه. تقدروا تعوضوا شوفوا اللي ما عندوش الكريمه تاع الطبخ تقدروا تعوضوها بشويه تاع فرماج طاري مع قليل من الحليب. يعني تحطوا حوالي كاس تاع حليب مع 2 مغارف تاع فرماج طاري وتخلطوه مع البيض وتكونوا عوضتوا على الكريمه او كريمه خاصه بالطبخ. شوفوا انا جبت هذاك الدجاج حطيته من فوق. شوفوا انا الدجاج ما نشفتوش مليح، خليت فيه شويه تاع لاصوص هكذا باش كما يقول ما تجيناش قغاطه ناشفه تجي معها لاصوص. شوفوا هنا بعد ما حطيت هذاك الدجاج نزيد نحط هذيك الخليط تاع البيض وتاع الكريمه نحطها من الفوق ونكون هنايا سخنت الفور ونحطها فقط تنشف تاخذ هذا اللون اللون هذاك الذهبي وكذلك يطيب معنا البيض فقط ونعاودو نحيوها. يعني ما نخليوش طول معنا تقريبا تشد لنا من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. يبقى دائما نقولوا على حساب الفرن كل فرن كيفاش يطيب. شوفوا هنايا بعد ما طابت معنا وخرجناها تحصلنا على اللون هذا اللون الذهبي اللون يعني شباب يعني مظهر تاعها برك يعني شهي. شوفوا هنايا كيفاش خرجت معنا. خليتها هنايا الفور تاعي يعني قوي، خليتها حوالي 15 دقيقه ومن بعد ديتك نحي خرجتها.
شوفوا هنا نوريكم كيفاش جات يعني رايعه، جات بنينه. انا بنتي ما تحبش لابيري، علاش درت هذه الطريقه؟ باسكو انا ما يحبوش بزاف لابيري، من النوع اللي ما يطيبش بزاف لابيري. من ذاك يعني ممكن في 4 شهور 5 باش نطيب لابيري خطره. شوفوا هنا كيفاش حصلت على ذاك لاصوص، بزاف جات بنينه بلا صوص هذيك، وجات يعني مشمخه. وجات كذلك كما نقولوا جات بزاف بنينه. خليت يعني كامل في الدار ياكلوني، ما ياكلش لابيري ياكلها. طبعا هنا وصلت معكم في نهاية الفيديو، ما تنسوش تدعموا القناة. شكرا على المتابعة، والسلام ورحمة الله وبركاته في فيديوهات جدد إن شاء الله. إن شاء الله نلقاكم بألف خير جميعا. كل واحد يتبعني نتمنى له الخير والسعادة في حياته. مع السلامة.